اتلعبت على طول، هدف اول عمرو زكي. عمرو زكي يسجل يهدف يسعد الملايين من ابناء الزملكاويه المخلصين. عمرو زكي قلت لكم فيها اجوان، وسجدة الشكر للمولى الحنان المنان. يا ركنيه لحازم امام، عرضيه راسيه عمرو زكي على يمين ابو جبل وهي رايحه، قلت لكم جول. وعمرو زكي بالكاس موجود وبالاهداف موجود، وانبي يحاول العوده من جديد، وجماهير الزمالك تفرح وتغيظ كتير كتير، فرحه سعاده. جول عرضيه جميله من حازم او من المرون حازم امام، ورأس عمرو زكي في الميعاد في الزمان في المكان، وابو جبل يتحمل جزء كبير من الهدف، ولكن الزمالك يتقدم. عبد الظاهر الشمال فاضي واليمين فاضي، حطها حلوه قوي لشعبان، تمريره، فرصه هدف، فرصه هدف، وضربه جزاء. ضربه جزاء لانبي على محمود فتح الله، ضربه جزاء. عاد انبي باسرع من البرق الى اللقاء، ضربة جزاء لانبي في الدقيقة 53. انبي يعود وفتح الله عارف انها جت في ايده، ايده اتمدت من غير ما ياخد باله، لمس الكورة، بقت ضربة جزاء. ادي التمرير، ادي المراوغة، ادي من هنا ما تبانش، من هنا ما تبانش، هنشوفها تاني بشكل تاني. ادي اللعبة، ادي ايد فتح الله خانته، ايده خانته، ايده سبقته. عادل مصطفى اكيد هو اللي هيتقدم، وعبد الواحد اكيد هيفكر. عبد الواحد هل يتألق؟ هل يتفوق؟ هل يحافظ الزمالك على تقدمه؟ ام ينجح عادل مصطفى في اعادة اللقاء الى نقطة الصفر من جديد؟ ادي محمد شعبان مش قادر، وجماهير الزمالك مش مستحملة، وعادل مصطفى يتقدم، وعبد الواحد يتحفز، وجيروم يطلق صافرة تسديد ضربة الجزاء. عادل مصطفى، انبي هل يتعادل ام ينجح عبد الواحد؟ عادل مصطفى وتصد وترجع وجون، وجون. حظ وحش عبد الواحد السيد، لو ما جاتش في ظهره كانت بقى التسلل. منتهى سوء الحظ للزمالك ومنتهى حسن الحظ النادي انبي. مش ممكن يا جماعه على الكوره، جت في القائم، خبطت في ظهر عبد الواحد، ردت لعادل مصطفى، حطها بقت هدف. بصوا حضراتكم اهي كده، مفيش كده جول، لانه خبطت في ايد عبد الواحد. لو رجعت له من غير ما تخبط في ايده اصبح الهدف ضربه حره غير مباشره، لانه لمس الكره مرتين. لكن هو ده التوفيق من عدمه. اهو عبد الواحد راح معاها، لكن على طول يكمل عادل، وهنا الدفاع لازم يكمل. الهدف الثالث لعادل مصطفى في بطوله الكاس، ومحمد شعبان اعصابه ابدا ما كانتش مستحمله دي، الامانه ما فيهاش. تاني ياخد عبد الشافي والضغط عليه وبرضه ما فيهاش. التمريره بصوا هدوء، بصوا هدوء لعيبه انبي، خطر جدا خطر جدا خطر جدا خطر جدا. والهدف الثاني الانبي، والهدف الثاني الانبي. انبي 2 ولا حسب ايه، جول لانبي. هات يا راجل، هات يا راجل، هات يا راجل، فرحه اللعيب. 2 انبي 1 الزمالك. عملها احمد عبد الظاهر في الثواني الاخيره في الاوقات العصيبه. انبي يسجل. قلت لكم انبي اهدأ بكثير جدا، انبي عنده هدوء، انبي عنده ثبات، والزمالك عنده تسرع. هل في تسلل؟ لا مفيش تسلل. التمريره والتسديده تاخد قدم عبد الواحد السيد وتستقر في الشباك. ادي اللعبه، ادي التسديده، هو شايط في الجون، لكن سبحان الله التوفيق من عدمه. هي دي كرة القدم، هي دي كرة القدم من مواليد 5. اطراف انبي واطراف الزمالك. عادل مصطفى هيسدد، حلوه يا عادل يا مصطفى، موه وحط على الارض، استلام والتسديده المره دي من عمرو زكي، حط في نص الملعب تسديده، لكن شيكا هوبا يا شيكا، هوبا يا شيكا، لا ترجع تاني تصويبه، لكن بجوار القائم الايمن لشيكا على حدود المنطقه، هوبا يا زكي، لا 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 لا. خب الوطني، ادي العرض كافي، احمد حسن ممكن، والتصويبه يمكن اخر كرة، وفتح الله وراسية. الدقائق الاولى من الشوط الثاني
لابد من فائز في نهاية هذا اللقاء. تاني لسه عمرو زكي وهوبا شيكا على الطاير. شيكا والزمالك للمرة ال 22 والتصويبة حلوة 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 من عمرو زكي. فتح الله لشيكا ممكن هوبا يا احمد يا حسن. ادي العرضية هوبا الراسية لكن خارج الملعب وضربة مرمى. عمرو زكي حطها امامية. حسين حمدي بيحطها فين؟